سلم على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين يا رب تكونوا بخير، واهلا بيكم في يوميات منال. طبعا بقى زي ما انتم شايفين كده، دي مش طاسه، دي حله واتحرقت مني. اتحرقت برز حرق، يعني ما اقولكوش الحرق ده، يعني كان الرز محروق فيها لغايه النص الحرف اللي انتم شايفينه ده. وحاولت اكحت فيه واعمل فيه انه يطلع ابدا ماشي، وبجد بجد انا كنت هرميها بامانه والله. تمام. وبعد كده بقى بمكونين اتنين كده، خليكم معايا لنهايه الفيديو هتشوفوا بقى الجمال وهنوصل لايه معاها. بمكونين في البيت، في اي ست بيت هتلاقي عندها الحاجتين دول. زي ما انتم شايفين كده، هحط معلقه ملح ليمون. تمام. ومعلقه كربوناتو، ولو ما عندكش كربوناتو ممكن بيكنج باودر. تمام. وهتحطي معاهم كوبايه صابون سايل، شويه مش كتير على حسب من اللي عندك. وطبعا الصابون السايل موجود في كل بيت للمواعين. طب وهحط عليهم دلوقتي ميه سخنه، انا مش هركنها ماشي، ولا هحطها في حله تانية، لا انا زي ما هي كده ماشي. وهرفعها على النار. طبعا انا كنت فاقده الامل فيها بجد ان دي مش هتتصلح، وهرميها مفيش كلام يعني. بس قلت هجرب المكونين دول، لان انا بجد ما مش تجربتي، انا سمعت عنهم كذا مره مع حد على اليوتيوب وشفتهم، وبصراحه ما فكرتش ان انا اعملها. وبعد كده لما لقيتها تترمي قلت لا خساره، اجرب كده يمكن ينفع معايا. بجد بجد مش هتندموا على الكربوناتو والملح الليمون. كربوناتو او بيكنج باودر على حسب ما انت عايزه، او صابون سائل، او صابون عندك بواقي صابون من الحمام كده اللي انت بتستعملي، مثلا لو بتستعملوا الصابون اللي هو القوالب الجامده دي ماشي. حطيتها على النار كده 10 دقايق. بصوا انتوا لو تاخدوا بالكم انه ابتدى يطلع اهو ماشي على وش الميه قبل ما تغلي، يعني هي كانت لسه ما غليتش. طبعا انا خليتها كده على النار هم 10 دقايق ماشي. وبعد كده بقى ايه، هنشوف ايه النتيجه. انا كان ممكن اسيبها اكتر من كده، بس انا بصراحه يعني ايه، عارفين اللي هو عايزه انجز واخلص. بصوا المنظر، بصوا الميه بقى لونها ايه، وبصوا اللي فيها من جوه ابتدى يطلع ازاي. خلصت، شلتها من على النار زي ما هي سخنه. حطيت الميه دي في البوله ديت لسبب جاي. انتوا خدوا بالكم ان الحله من بره بايظه ماشي، وشكلها مش كويس خالص، فانا قلت ايه، خليها احتياطي للحله من بره. طبعا بصوا هو بالمعلقه ماشي، زي ما انتم شايفين كده، يعني ايه بيطلع بسهوله. بس انا كان ممكن اسيبها شويه على النار، كان هيطلع من غير تكحيت. بس انا بصراحه ايه، قلت لا على طول كده بسم الله ما شاء الله، بيطلع بسهوله جامده جدا. زي ما انتم شايفين مش تكحيت صعب ولا حاجه. وده زي ما انتم واخدين بالكم في الاول، انا قلت لكم ان ده رز، وانتوا عارفين الرز لما بيلزق في الحله محروق بيعمل ايه. وبجد بجد والله انا يعني بقالي فتره زمن كبير انا ما بنساش حاجه على النار، بس مش عارفه المره دي نسيت الحله دي واتدمرت بجد. شلت بقى السمار اللي فيها دوت، وحطيت عليها شويه ميه من اللي هم الحاجات اللي كانت فيها ديت، وزودتها بميه ساقعه من الحنفيه. وبصوا بقى بالسلكه، بصوا بالسلكه هيطلع ازاي، شايفين السهوله. بصوا شويه ميه همت وبالسلكه في ثواني. بصوا اهو، ادوسي يا دوب تقرصي عليها كده بايدك. ولو مش عايزه، ما عندكيش يعني طول بال انك تدعكي كده، والله ما خدت مني، والله ما خدت 10 دقايق، يعني ما خدتش وقت مني كبير. تمام. في بالذات في بسلكه المواعين كده، السلكه الخشنه او سلك المواعين العادي، انا بصمم بسلك المواعين بصراحه اكتر مواعيني بس يعني. فالسلك المواعين بصوا بيخليها بتبرق. بصوا حتى يمكن في تحت ايدي كده بقايا من الرز برضو بتتشال معايا بالسلكه اهي. انا حبيت ان انا ايه، يعني اخلي الدعيك قدامكم لسبب ان ممكن ايه تقولوا ايه، طب ما خدت فيها وقت طويل وبعد كده راحت حاطه لنا على في الفيديو تاني. لا انا خليت كل الخطوات قدامكم عشان تبقوا عارفين ان هي خدت وقت قد ايه. ما اظنش ان تسريع الفيديو مش اكتر من 10 دقايق يعني. تمام. فانتوا شايفين كده، بجد بجد التجربه دي حلوه قوي قوي. جربوها في البوتاجاز، يعني ان شاء الله برضو اعمل لكم ريفيو على البوتاجاز باذن الله كده. هلاقي ان البوتاجاز ده انا جايباه بقاله دخل في سنتين اهو، وما اظنش ان انا صبنته حتى قدامكم مره او قدام الكاميرا. ان شاء الله برضو ايه سايباه كده يكلكع شويه عشان اصبنه قدامكم. وان شاء الله برضو اصبنه بالحاجتين دول حلو قوي قوي. هتعملي بيه الصاجه بتاعت البوتاجاز، هتعملي بيه الحوامل بتاعت البوتاجاز، ان شاء الله يجيب نتيجه ويبقى زي الفل. زي ما انتم شايفين كده مفيش والله اي حاجه ضفتها ولا ضفت وقت بعيد عن الكاميرا اهو. والحله زي ما انتم شايفين كده، ده لسه هيبان جمالها كمان. خليكم معايا لنهايه الفيديو. يا ريت بقى ما تنسوش تشتركوا في القناه، فعلوا الجرس، وتعملوا لايك عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد اهو. بصوا
دي الارضيه بتاعت الحله دي، وشفتوا في الاول كانت فظيعه بجد. وما اظنش ان في بيت عندنا ما بيخلاش من الحاجات دي يعني. ملح الليمون اكيد احنا حاطينه، انا عن نفسي موجود في البيت على طول للكتل، لان انا بحط منه معلقه في الكتل وبشغله، وبيخلي الكتل زي القشطه. ده ملح الليمون. والكربوناتو او البيكنج باودر، طبعا الحاجتين دول يعني مش صعب علينا، موجودين في كل بيت. والكربوناتو لو انت مش عايزه كربوناتو، البيكنج باودر موجود اهو. طبعا ده ظهر الحله ماشي من بره، لان برضو كان بصوا القعر بتاعها كان محروق برضو، الجناب بتاعته دي كلها كانت محروقه. قولوا لي كنت فين لما نسيت الحله ولعت حطيتها وصويا عليها مش عارفه ازاي يعني. بس والله الحله دي بقى لها فتره يعني، ما حدش يقول عليا انا مش نضيفه ولا حاجه، بس كنت محتاره في امرها بجد. عارفين ان انا ممكن اشوف حاجه واقول لا مش هتجيب نتيجه. لا ده انا، وبصراحه كنت بجرب بامانه. انا قلت هجرب الفيديو ده يا نفع يا ما نفعش، انا اشوف كده الحاجتين دول فعلا ينفعوا ولا لا. وبجد بجد خلوا الحله قشطه. بصوا اهو، يعني عندك طاسه في البيت، يعني انا عندي طاسه كده، مش ولا بد ان شاء الله ممكن برضه اصورها بعد كده في فيديو جاي ولا حاجه، واشوف ان هيجيب معايا نتيجه زي ده ولا لا. بس بصراحه انا شايفه ان الحرق دوت اسخن من الزيت، لان ده رز ماشي. فانتوا لو تاخدوا بص مبقع في قعر الحله ازاي، يعني اتشال السمار، بس لسه برضه يعني ادعكها تاني اهو. بصوا بقى قعر الحله بقى قشطه، رجعت تبرق اهي. انتوا مش واخدين بالكم انا مركزه في ايه؟ انا مركزه لا اكون طالعه في الاضاءه بتاعه الحله. انا عماله ابص فيها، طبعا مش شايفيني، بس انا عماله اركز قوي، بقول الله ده اللي ممكن الحله تجيب وشي. هو عادي طبعا ان ما انا بطلع في الفيديوهات بنفسي مفيش حاجه، بس انا مش لابسه طرحه، فعشان كده كنت عماله ابص في الحله قوي. لكن الحمد لله مش جايبه حاجه، جايبه اللمبه بتاعت المطبخ بس اهو بقت قشطه. قشطه اهي. انا بصراحه ديت يعني بالنسبه لي بقت احسن من الحاجات اللي يعني انا كنت بجيب حاجات للبوتاجاز لتلميع البوتاجاز عندي. الاستانلس بتاعه مش هقول لكم بتطلع دهون ولا حاجه، لا انا عايزه حاجه تدي اللمعه دي. تمام. ساعات كنت بعمل بخل وساعات بكلور، بس ما بصراحه ما اداش النتيجه دي بامانه. فانا ان شاء الله اجربه في البوتاجاز، وحاسه كده ان شاء الله اجيب نتيجه، لاني الحله استانلس. وبرده البوتاجاز بتاعي يعني من نوعيه كويسه، يعني الاستانلس بتاعه مش اي كلام. بس في مره كده يعني الله يسامح اللي اداني الاختراع ده، حد يعني شرع عليا كده بحاجه كده بتترش، يعني ملوش لازمه اسمه. وقال لي حلوه عشان تحافظ لك على البوتاجاز الجديد ومش عارفه ايه. قلت بقى اتلمى، عملت بقى البوتاجاز، هوريكم بقى انا بوظت في البوتاجاز ايه. بقى مبقع فيه بقع كده مش بتطلع لا بدعيك ولا بغيره. يعني البوتاجاز يبقى فيه حتت بتلمع وحتت لا. هنا خلاص خلصت، معلش انا باخدكم في الكلام اهوت. بصوا بقت قشطه قشطه اهي شايفين بقت فله اهي، فله زي ما قلت لكم، بمكونين ملح ليمون وبيكنج باودر او وبتاع دوت وصابون سائل اهوت، كربوناتو وملح ليمون اللي عملت بيهم. ممكن تستعملي بدل الكربوناتو تستعملي بيكنج باودر. خلصتها، وبصوا بقى لما انشفها لكم اهيت، لان كده هي لسه بميتها. شايفين بقت زي الفل اهي اهو. على فكره الحاله ما فيهاش حاجه، ايوه بصوا، بس الاضاءه بس بتلخفن كده، بتجيب حاجات غريبه، بس بصوا هي زي القشطه اهي. بصوا انا بجيبها لكم من جميع الجوانب، ما فيهاش اي بقعه اهي، زي الفل. تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، تعملوا لايك عشان ينزل لكم ان شاء الله كل جديد في يوميات منال.